بيعملها الزمالك وبيفوز بهدفين على طلائع الجيش من الدقيقة 88. اللي يشوف مجريات المباراة قبل الدقيقة 88 وقبل هدف الزمالك الأول يقول لك يستحيل المباراة دي تخلص بفوز للزمالك، أو كمان ممكن يستحيل إن المباراة أساسا يجي فيها أهداف لكلا الطرفين والمباراة خارجة تعادل سلبي. قبلها على طول كورتين، واحدة في العارضة وواحدة بيتألق فيها محمد صبحي وبيتصدى ليها او بيمسكها وبيحل الدربكه من ركنيتين لطلائع الجيش بيتحولوا لهدفين للزمالك. هدف في الدقيقه 88 من ركنيه بيلعبها زيزو بيسجلها حسام عبد المجيد، وبعد كده هدف تاني في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضايع للزمالك بيقضي بيه على المباراه. وكالعاده مدرب الزمالك اوسيرو بيعمل حاجات في منتهى الغرابه، واغرب حاجه بقى النهارده والجديد النهارده ان هو بيلاعب فتوح في نص الملعب. فتوح في نص الملعب وزيزو في نص الملعب، ومين فين بيودي على فين ما حدش فاهم حاجه. زيزو في نص الملعب وقلناها في الحلقات اللي فاتت، زيزو ما ينفعش في نص الملعب، خطورته حرفيا ضايعه، مش موجود في نص الملعب، مش موجود زيزو ولا الفعاليه بتاعته موجوده وبيلعب في نص الملعب. الجديد بقى ان فتوح هو كمان بيلعب في نص الملعب وبيضرب نص الملعب بالنار حرفيا، اللي هو من المفترض ان هو يكون نقطه قوه الفريق. ولكن انا كنت شايف ان طلائع الجيش مسيطر على نص الملعب اكتر من الزمالك. اما سحب نيمار ونزل شيكابالا ورجع فتوح مكانه كباك، الملعب هنا بدا يتظبط، الملعب هنا بدا يبقى كويس شويه. مصطفى شلبي النهارده قدم اداء كويس وكان رجل المباراه بالفعل في النهايه. مجريات المباراه ككل هي مباراه كعاده اوسيرو بتشكيل خطأ، ولكن النهارده الجديد ان هو حاول يعدل شويه في التدخلات بتاعته. التدخلات من وجهه نظري النهارده كانت افضل من كل مباراه، وعدلت الملعب على ارض الملعب او عدلت التشكيل على ارض الملعب، وده نتج عنه ان الزمالك خطف هدفين من الدقيقه 88، يعني هدفين في 7 دقائق تقريبا، في الدقيقه 88 وفي الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضايع. هو الحقيقه خساره قاسيه جدا لطلائع الجيش، اللي خلينا نقول ان لو اتفرجنا على المباراة ككل هنقول ان المباراة قاسية على طلائع الجيش ان هو يخسر وبهدفين. يعني كنا بنقول ممكن بهدف، ولكن بهدفين قاسية جدا. كانت المباراة رايحة ناحية التعادل السلبي، وانا وجهة نظري انها كانت متكافئة لانها تروح للتعادل السلبي. اخطر كرة في المباراة دي هي كرة العارضة لطلائع الجيش اللي كانت من ركنية لطلائع الجيش. وسوريو لو ما لحقش نفسه في التشكيل الاساسي اللي بينزل بيه، لان هو مش كل مباراة هيقدر يخطف الاهداف في نهايتها، والاهداف دي او لو كانت اتسجلت بدري كنا ممكن نشوف عوده من طلائع الجيش. واحد يقول لي يعني هو ما سجلش طلائع الجيش طول ال 88 دقيقه، كان هيعود لو الزمالك سجل قبل 88؟ يعني هقول لك كان ممكن يعود جدا جدا، لان لما اللاعب بيحس بالخساره بيبدا يدوس على نفسه، خلاص مفيش حاجه يبكي عليها. لما طلائع الجيش حاول يطلع ويسجل ويهاجم، بالفعل عمل هجمات خطيرة جدا، لكن طول ما هو قاعد ما عملش اي حاجة. لما حاول وصل وهدد وضيع اهداف مؤكدة، فلما كان هيتسجل فيه هدف كان هيتحرر من الدفاع وهيقول لك مفيش حاجة ابكي عليها وواحد زي 2 مش فارقة، وكان هيطلع وهيهاجم وكان ممكن يجيب التعادل. فمن حسن حظ اوسيرو ان الهدف جه في النهاية وغطاه بالتاني على طول. لو ما رجعش نفسه في التشكيل الاساسي علشان يسجل بدري في كل مباراة هيغرق اكتر واكتر بنادي الزمالك، ورحيله هيقترب اكتر واكتر. دي كده كانت حلقتنا النهارده. الزمالك بيفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء، هدف في الدقيقه 88 وهدف في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضايع. مجريات المباراه ككل هو منحصره في نص الملعب، منحصره في الضربات الثابته والركنيات وضربات التماس. كلاعب على ارض الملعب ما كانش موجود، ما توجدش غير في نهايه المباراه واخر ربع ساعه في المباراه تحديدا من كلا الفرقتين. حلقتنا خلصت، سلام.